يا محمد، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. عليك الله على عجالة، أنا داير أتكلم معك. الناس الأسرة اللي في الضيان هناك، عليك الله حاول لملمهم والمشى الجنينة والمشى نيالة كله لملمهم، والناس زي حاول رتب لهم خليه يطلعوا برا. الوضع والله ما ظابط، الوضع ما ظابط. إحنا القادات ذاتها يعني حسي نحاول في الطريقة إن نطلع، وأساكرنا اتفقدت، والله فقدنا أساكرنا كلها، يعني ما فضل لنا حاجة. ومن هناك انت حاول لملم من بدري بدري قبل ما الناس ده ممكن يحصلوك، لأنه في عربات جاية كتير جدا وممكن يمشوا قدام، والمشتركة ممكن يجي طاين وممكن يمشوا نيارة وممكن كده، فالوضع ممكن يكون جاي. على أي حال حتى أنا ساكري والله كتير جدا آه انسحبوا، والناس دي جرت ما معرف مشت وين. وفتشنا حتى الغابات والله ما في. فعلى العموم القروش اللي انا وريتك المحل ده الموقع بتاعته ده، انت شيله وحاول بقدر الامكان العربات دي اعملوا حاجاتكم المهمة، الحاجات الما مهمة ما عندكم شغلة بيه. وشوفوا انا بشوف لك الناس اللي يساعدوك حتى تطلع الأسرة دي في أفريقيا الوسطى، ولا تمشي تشاد. المهم انت اختياره بتاع. أنا حسي ما في إلا طريقة أنا أقدر أجيكم، واحتمال كبير يا أمشي احتمال أمشي جنوب السودان لأنه أقرب لي موقع. فأنا بحاول إنه أطلع بجاي، لكن بس لسه ما ألاقي فرصة. ولا فين يا هو، لكن ما في حتى خيارات ذاتها ما في، تحس بأنه الدعم السري ده أصلا فضلنا نحن بس والله. وبعد ده في ضغوطات ومحاصرين يعني من كل الاتجاهات. على العموم نحن حتى لو استشهدنا ما مشكلة، نحن لو استشهدنا ما مشكلة، لكن تطلع الأولاد وتطلع أويبي هناك، وأولادي برضه يسوقوا معاك يعني، وأمشي هناك. وبعد ذاك لما تمشي هناك أنا برسل لك رقم بتاعت آدم إبراهيم، تتواصل معاه ويرتب لكم تقدر تعجلوا وتسكنوا بهناك لحد ما نشوف الحاصل شنو. لكن الوضع الآن الوضع مختلف جدا. وأنا اتصلت بكم قادات حتى الموجودين في الخرطوم والموجودين في شرق النيل، وما في زول يعني بيستجيب، ما في رد ذاته، يعني ما في الناس ما قاعد ترد. فعلى العموم في ضغوطات والله بجد، يعني أنا بيني وبينك في ضغوطات كتير للدعم السري، والناس بقت ما عندها أسلحة وما عندها عربات وما في وقود. يعني بعد استلام النصف بتاعت الجيش ما في وقود، الوقود الزمان عندنا مخزنين منه هو ماشيين بيه. والطيران يعني برضو دق كل التناكر اللي كانت معانا، فبقد يا هو الوقود بس يعني أكتر حاجة في عرباتنا بسيطة ونلعبون من المواطنين هو نمشوا بيها حياتنا. لكن ما في طريقة والله تاني، ما في حاجة بقول لها قضية ده. هو بعد ذاك الناس تشوف الحاصل شنو. على أي حال أنا بعمل لك رسالة تاني. السلام عليكم ورحمة الله. برضو ما ننسى يعني الغنم والإبل الموجودين هناك، حاول يعني لو قدرت فكيتهم منهم فكهم وحاول لي في جنوب السودان، لأنه أنا احتمال كبير بحاول بنسحب بمشي في جنوب السودان، لأنه بس محل الشبكة انت عارف أسافر جنبي، فما داري شغل الحاجة دي. لكن بحاول بقدر الإمكان أنا بمشي جنوب السودان، حاول لي البتاع في جنوب السودان هناك. وبعد ذاك أنا بطلع، لما نطلع جنوب السودان بيجيكم بفوق بهناك. هاي ده الحياة. أما لو ما اتباعت كمان خلي للناس اللي هناك ده، بس اللي اتباعت يباعون أكلوا ما إشكال. على أي حال أنت بس حاول خارج لي هسي الأسرة ده وديهم، لأنه الناس ده لو وصلوهم مشكلة يعني. هاي فعلى أي حال بيناتنا ممكن يكون تليفون، وزي ما أقول أنا أنت رقم تليفونك ما تغيره، أنا بقوم بتصل بك في زمن ثاني. الله يبارك فيك، الله يسلمك.